والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا في فيديو جديد على طول يا جماعه، وحلقه جديده، والحلقه الثالثه من سلسله تطور الكمبيوتر. لو ما شفتش الحلقه الاولى والثانيه فانصحك ان انت تشوفهم ضروري لانهم مهمين جدا. بدون ما اطول عليكم المقدمه، يلا بينا نخش على الفيديو على طول. فيديو النهارده انا هكلمكم عن شكل الكمبيوتر دلوقتي وشكل القطعه دلوقتي، وهكلمك كمان عن مواصفاته دلوقتي ومميزاته وعيوبه. يلا بينا. اولا شكل الكمبيوتر دلوقتي. لو ما اتفرجتش على اول فيديو في السلسله فانصحك انك تتفرج عليه. وده هو شكل الكمبيوتر يا جماعه دلوقتي. انت متخيل ان ده بقى شكله دلوقتي؟ انت متخيل ان كان الكمبيوتر زمان كان قد العماره ودلوقتي بقى بالشكل ده؟ الله الحمد لله. ونيجي بقى لشكل قطع الكمبيوتر دلوقتي. اولا المعالج، وده شكل المعالج دلوقتي حرفيا اصغر من كف الايد، انت متخيل؟ وتاني قطعه معانا وهي الرامات، ودي هي شكل الرامات دلوقتي. وتالت قطعه معانا وهي كارت الشاشه، وده هو شكل كارت الشاشه دلوقتي يا جماعه. حرفيا كروت الشاشه من اكتر القطع اللي اتطورت من زمان. ورابع قطعه معانا وهي الهارد، وده هو شكل الهارد دلوقتي. حرفيا هو نمله مقارنه بزمان. وخامس حاجه وهي الكيس، وهي اللي بتشيل كل القطع اللي احنا شفناها دي دلوقتي. وهو ده يا جماعه شكل الكيس دلوقتي. سادس قطعه وهي المبرد، والمبرد نوعين، يا مبرد مائي يا مبرد هوائي. وده شكل المبرد المائي وده شكل المبرد الهوائي. كده انا وريتك شكل قطع الكمبيوتر، تعالى اوريك شكل اكسسوارات الكمبيوتر. يلا بينا. اول حاجه معانا وهي الشاشه، وده شكل الشاشه دلوقتي. ونيجي بقى لتاني حاجه وهي الماوس، وده شكل الماوس دلوقتي. وتالت حاجه وهي شكل الكيبورد، وده هو شكل الكيبورد دلوقتي. وكده انا اكون وريتك شكل قطع الكمبيوتر والاكسسوارات. تعالى بقى اكلمك عن مواصفات الكمبيوتر دلوقتي. يعني مثلا عندك افضل تجميع متوسطه في 2024 لحد دلوقتي، وهي المعالج عندنا هو الاي 5 13400 اف، والبورده الازروك ب 760 ام، وكارت الشاشه وهو الار اكس 6950، والرامات 32 دي دي ار 4 باترويد فايبر، والتخزين ام دوت 2 انفيا 2 تيرا. اسم الاس اس دي اسمها اس كي هينكس، والكيس هي الفانتكس ب 360 اي، وباور 750 واط. والتجميع دي سعرها $1500، حسابها انت بالمصري بقى. وكده انا قلت لك مواصفاته دلوقتي. تعالى اكلمك عن مميزاته وعيوبه. اولا مميزاته، اول ميزه وهي ان البي سي دلوقتي بقى متطور جدا عن زمان من ناحيه الاداء. تاني ميزه وهي حجم القطع بقى صغير قوي مقارنه بزمان، وده هيديك افضليه في التطوير في اي وقت. العيوب بقى، اول عيب معانا وهو سعر القطع في مصر بالذات مع سعر الدولار. يا سلام، الجنيه بيحب الدولار قوي يا جماعه، انا عارف. سعر القطع بيبقى غالي جدا. تاني عيب وهو اجهزه الاستيراد، انك ما بتلاقيش مكان مضمون عشان تشتري منه. وبس كده. قبل ما انهي الفيديو ما تنساش تشترك في قناه سامكات اللي هتلاقيني سايب لك القناه في الوصف. اشترك وفعل الجرس. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتوصل الفيديو ده ل 100 لايك، عارف انكم قدها. ودي كده اخر حلقه في سلسله تطور الكمبيوتر. لو ما اتفرجتش على اول حلقتين ما تنساش تتفرج عليهم، واشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام.